يجب أن توضح. الحسين قضية، الحسين قضية، الحسين قضية إلى قيام الساعة. الحسين منهج، الحسين منهج نسير عليه. اليوم الأمة لا تريد أن نتكلم عن الحسين، تريد أن نعمل كما عمل الحسين. الحسين خرج على الظلم، المسلمون يجب أن يخرجوا على الظلم ويقولوا للظالم أنت ظالم. الأمة اليوم لا تريد أن نتكلم عن الحسين. اليوم نحن في يوم العاشر من محرم سنة 61 قتل عظيم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة الحسين، لأنه من أهل بيته ولأنه ابن بنت رسول الله التي هي أعظم نساء أهل الأرض. فاطمة بضعة مني، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي شيء من رسول الله. حين كان النبي لا يقوم لأحد إلا لفاطمة، وكانت إذا مشت وإذا ضحكت أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة إذا رضيت رضي النبي، وإذا رضي النبي رضي الله. وفاطمة هكذا ما قال النبي صلى الله عليه وآله: وإذا غضبت فاطمة غضب النبي، وإذا غضب النبي غضب الله، وإذا غضب الله زلزل الله الأرض. هكذا هو الله ورسوله. قتل ابنها، والحمد لله على أن الله تعالى أماتها قبل أن ترى هذه الحادثة. إذ لو أن السيدة فاطمة رأت ابنها يجز رأسه ويقطع ويوضع على ظهره ويطاف برأس سيدنا الحسين لما تحملت وغضبت السيدة فاطمة، وهاج قلبها ونحيبها وبكاؤها. عند ذلك يغضب ذلك النبي العظيم، فإذا غضب ذلك النبي العظيم غضب الله عز وجل رب العالمين، وإذا غضب الله تعالى رب العالمين ربما يهلك الله الأرض ومن عليها. ولكن من رحمة الله تعالى على هذه الامرأة العفيفة النقية الشريفة التي جعلها الله تعالى أعظم امرأة في الكون إكمالا وكمالا لها وهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل سيدنا الحسين. أخبار تقرؤونها في التاريخ أشكالا وألوانا. حين تقرأ هذه الحادثة في كتبنا، في كتب أهل السنة على حقيقتها، ستقف في زاوية وتبكي بكاء، ربما يبكي قلبك دما قبل أن تبكي عينك ماء ودمعا. وسيدنا الحسين عليه السلام قد خانه أصحابه لما قالوا له تعالى نبايعك، لأن الناس لا يريدون هذه البيعة، وأنت اليوم تنصر دين جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه لما وصل إلى الكوفة وصل إلى مكان يسمى كربلاء، فقال سيدنا الحسين هذا المكان كرب وبلاء، فتراجع ناصروه وبقي الحسين لوحده فقتلوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، وكيف لا، أبوه علي وأمه فاطمة بضعة رسول الله وجده النبي. أرأيتم؟ وقتل لا لمال ولا لمنصب ولا لجاه، وإنما نصرا لك ولي ولدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحقيقة المناصب والكراهية والحقد. ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقتلونني؟ دعوني أذهب وأرجع إلى المدينة، أو أذهب إلى الشام، أو أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين. فأبوا إلا أن قتلوه وحمل رأسه، فقاموا يلعبون بأنفه. هذا هو الحقد. قولوا خادم رسول الله دع عنك هذا، فوالله إني قد رأيت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الموضع. بشاعة أيها الناس، بشاعة ظالمة ماحقة، ونأخذ اليوم مرارتها إلى يومنا هذا. لو أن سيدنا الحسين مات على فراشه ربما لا يذكر كما يذكر اليوم. وكذلك